كنظن باللي كاملين شفنا السرقة اللي وقعات من طرف المنتخب الجزائري للكرة. كرة في الملعب سرقوها بطريقة وداروا لها خطة وجابوا وداوها، والحمد لله اللي هاد السرقة وصلت للعالمية وهضروا عليها صحف عالمية. وهذا هو المبدأ ديالنا، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. وهذه راه ماشي أول مرة كيسرقوا، عايشينها بالسرقة صاحبي من الكبير حتى للصغير. ملي ولاو طامعين في كرة راه هنا خصنا نقولوا رد البال. ورسالتنا للفندق اللي فيه المنتخب الجزائري، حذاري المسؤولين على هذا الفندق، ردوا البال. راه اخر نهار عندهم هو نهار الثلاث ان شاء الله، غادي يخسروا من الكونغو الديمقراطيه، غادي يجمعوا صباطهم الله يعاون. فهنا قبل ما تخرج البعثه ديال المنتخب الجزائري حتى يتفتشوا جميع الغرف وتعرفوا شنو ناقص وشنو ما ناقص. وانا نعطيكم بالدليل بانهم راه مولفين يسرقوا، راه ماشي اول مره، راه اكثر جاليه في بريطانيا كتسرق الهواتف النقاله هما الجزائريين، وداروا عليهم تقارير كثيره. بلا ما نهضروا على السرقه اللي كتوقع في فرنسا وزيد وزيد وزيد. ناس عايشين غير بالشفره وكتجيهم عاديه انهم يسرقوا وما كيحشموا ما والو. الدليل هو قدامنا، كره تشي جا عندو قال له سير جيب شي حاجه غطيها، غطاها دار تحت منه داها. الحمد لله اللي الكاميرا وثقات كلشي وعاد مشاو جابوها من عندهم. فهما كره وطمعوا فيها داوها، ما بالك بدوك الاشياء الثمينه اللي كاينه في الفندق، راه اللي بانت ما عجبقاش. فقبل ما يخرج المنتخب الجزائري البعثه ديالو تخرج، فتشوا جميع الغرف. راه هذه ماشي اول مره. انا نعطيكم الدليل اشنو وقع في اولمبياد طوكيو. المدرب ديال البعثه الجزائريه كحلها على الفندق، هما اليابانيين تما والله لا دوزيها عليهم بالله. قبل ما تخرج البعثه ديال المنتخب الجزائري عارفينهم وسامعين عليهم بانهم على القطاعه الشفاره. قلبوا الغرف كامله كيلقاو المدرب جا محب وتبل. شكون اللي قال هذه الهضره هذه؟ قالها مغربي؟ لا، الرئيس ديال البعثه ديال المنتخب الجزائري هو اللي اكد بان راه المدرب كشط كلشي تما. وهذه حيت كان عنده خلاف مع المدرب باش خرج قالها، يعلم الله شحال من واحد كشط تما. هذه الهضره ما خرجات حتى المدرب قال شي كلام في الرئيس البعثه عاد خرج فضحه وفضحها المدرب، اما الاخرين تستر عليهم. يعني راهم موالفين كيديروا هذا الشيء هذا وكيتستروا على هذا الشيء باش ما يتفضحوش وكذا. راه هذا الخلاف هو اللي خلانا نعرفوا بان المدرب ديال البعثه الجزائريه كشط تما الفندق. حلفوا عليهم اليابانيين والله لا خرجوا تتخلصوا داك الشيء. اي حاجه مشات كتخلصها. كيف ما قلت لك ماشي انا اللي كنقول، هو رئيس البعثه كيأكد هذا الشيء هذا. لاحظنا انه تم تداول بعض معلومات فيما يخص اقصاء المدرب ب4 ايام او 5 ايام قبل الانطلاق. المدرب هذا اللي رانا نتكلموا عليه، اللي راه هو صلب الموضوع، اللي راه هو نقدر نقولوا النقطة اللي لازم أوضحها ونقدم فيها تفاصيل. ممكن كما تكلمنا تحفظنا حفاظا على كرامة هذا المدرب، إنما نظن أنه بعد التصريحات اللي أدلى بها أصبحنا ملزمون بتقديم تفاصيل هذه القضية. المدرب هذا اللي تكلمنا عليه من خلال مشاركته في طوكيو بعد انتهاء المشاركة ومغادرته القرية الأولمبية. تعرفوا باللي اللجنة المنظمة بعد مغادرة كل وفد تكون هناك زيارة وكذلك رقابة لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا، حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية، اللي تتقدر ب 250,000 ين ياباني. لذلك كان هناك قرار على مستوى اللجنة الأولمبية أن هذا المدرب لا يمكنه المشاركة في أي ألعاب ذات طابع أولمبي، إنما هذا المدرب يمكن له أنه يكمل العمل تاعو مع الاتحادية. هذا الأمر لا يعني اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. والو الكرغولي ما بقى عندك فين تهضر دابا، زغط صباطك حيد عليا من هاد الفيديوهات. عندك شي بالدليل، هو رئيس البعثة تا المدرب دار واحد هضر عليه عاد هو خرج فرشو. يعني من اولمبياد طوكيو تا
اولمبياد باريس عاد خرجت الهضره وعاد فرشوه. هذا كيأكد بان راه دائما كتوقع هاد الامور هادي وكيسرقوا وكذا وهادي وكيتستروا. واش فيها ما تقول تريك الشفاره ما عندك ما تقول عليهم. وانا متاكد بان راه ماشي غير المدرب اللي سرق، راه البيعه كامله سرقت، حيت دابا المدرب هو اللي خرج العيب. داكشي علاش تفضع على المدرب. الدريكه شفاره صاحبي، تا واش كتلعبوا له؟ وبيلوط ديال الطياره لقاو كيهرب الكوكايين. قوم ما فيهمش الثقه. هادشي علاش كنقولوا المسؤولين ديال الفندق ما فيها حتى شي عيب. هادشي راه كيوقع في جميع بلدان العالم. حبس اخويا ديك البيعه تما، دخل فتش ليا الغرف كاملا، ريقل ليا الامور ديالك، ساليتي ما لقيتي لا شفره لا والو، دوز بخير. المهم استعدوا وردوا البال، نهار 30 ان شاء الله غالبا هما بالفقصه في ديك الليله غيخرجوا يمشيو بحالهم. خذها من عندي مغيزه، الكونغو الديمقراطيه دايره الخدمه ديالها. وجدوا راسكم نهار 30 ان شاء الله بالفقصه راه يمشيو في ذاك الليل، كيشطوا كلشي ويبغيو يخرجوا في الليل. نتوما كونوا مستعدين، غرفه بغرفه يتفتش كلشي، تقلب كلشي، ملي ما تلقاو والو عاد تقول له يلاه سير. لقيتي شي حاجه طرق دوك البيبان، الله يا بوك تخلص كلشي. اما اليابانيين احسن منا ولا؟ اليابانيين شدوهم تما قالوا والله لا خرج شي واحد بالله، طرق عليا من تما ادوز الزقرومه والله لا خرج شي قندوع بالله. تا حسبوا شنو تسرق كامل وجمعوا لهم الحساب وقال له هاك احط لي الفاكتور انا والله لا خرج شي بالله. تا دوز على اليابانيين. كذلك ومثال ما تحشمش السي محمد العربي، فوطه لقيتيها ناقصه يخلصها وخلي القنوات تعرف هذا الشيء. هذا تريك الشفاره يعرفوا هما جالسين يحاولوا يشوهوا صوره المغرب ويهضروا على المغرب بالسوء وكذا وهذا. يلاه فضح وفورشيطه ما لقيتيهاش تما قيدها عليه. الله يعز اليابانيين والله الا رجال بالله، والله تزمم ليه تما كل شيء. الله لا زهقتي هذا اللي طامع في كره عاد يخلي لك الفندق تشوف ما كشطوش. ها بلاتي طاقم الفريق الوطني الجزائري اسكو خونتو بالون بعد مباراة رسمية في المغرب؟ هل تم استرجاعها من غرفة تغيير الملابس تاع المنتخب الوطني؟ هل الحادثة فعلا مثبتة في كاميرات المراقبة وبالفيديوهات؟ للأسف هذا الكلام اللي نقول فيه صحيح وبالفيديو، وشوفوا الفيديو معايا. شوفوا غادي نهضروا بطريقة موضوعية وبالقانون وغير بالعقل. أولا الكرة وكل الأدوات وكل الأشياء الموجودة في الملعب هي ملك للاتحاد تاع كرة القدم تاع الدولة اللي راك فيها. ماهوش الملكية تاعك، ماهوش ملكية عامة، هو ملكية خاصة. يعني أي حاجة تديها لازم تستأذن، لازم موافقة، إلا إذا انت راك تحاول تدير حاجه في اطار العرف تاع كره القدم. في عالم كره القدم كاين عرف، هذا العرف هو عاده ليس قانون مكتوب، انه لاعب من الفريق خلال المباراه اذا سجل 3 أهداف او اكثر هاتريك يدي الكره اللي لعبوا بها كذكرى، والزملاء تاعو في الفريق يوقعوا له ويحتفظ بها بما انه يعني دير انجاز استثنائي، كما مثلا ميسي ولا رونالدو داروها قبل. ولكن هذا عرف استثنائي لم يحدث في المباراة التي تمت فيها سرقة الكرة بهذه الطريقة المشبوهة. دوك انت راك باغي تديها على سبيل المثال، ونروحوا معاك ونحسنوا النية إلى أبعد حد ونقولوا بغيت تديها للذكرى. علاش تخبيها تحت صوالحك؟ علاش ترفدها بطريقة مشبوهة؟ هادي يعني روح استأذن، قول له ماني باغي ندي هاد البالون كذكرى باش نتفكر هاد المباراة، باش نتفكر لحظة مليحة، باش نتفكر الأهداف مثلا. بصح انك انت تكاموفليها على طريقة اللصوص وبطريقة مشبوهة، لا راك تزيد التهمة على روحك، راك تبين بلي انت ديتها بلا إذن وبلا وجه حق. نعاودو نقولو هناك أعراف استثنائية في عالم كرة القدم، والقانون يقول لك هذه ليست الملكية تاعك، لازم تستأذن. دروك الفيديو راه يسيركيلي، وحنا الجزائريين ديجا السمعه تاعنا راهي موخده، وراهم يقولوا لينا بلي نخونوا، وراهم يقولوا لينا بلي ما خلينا حتى بلاد ما خونا فيها التليفونات، الماكله، الدراهم، الذهب، لي فواتور، متحف اللوفر، كل شيء. تزيد انت في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وفي المغرب تدير هذه اللقطة. علاه اخويا؟ علاه خاصك اللي بقول لنا نشرولك بدل البالون 1000 وما راكش مخصوص.
هذه التصرفات هي تصرفات مبتذلة لأنها لا تحترم لا العرف ولا القانون، ولم يتم هذا التصرف بناء على إذن من الحكم ولا المسؤولين على الملعب ولا اتحاد كرة القدم المغربي ولا الاتحاد الإفريقي، ولا أستبعد أنه المدرب نفسه ما كانش على باله. علاه ديروا كيما هاك؟ من فضلكم يا الفريق الوطني يا طاقم الفريق الوطني، لا تقوموا بتصرفات مبتذلة خلال هذه البطولة. الشعب كاع راه يتبع فيكم، ماشي غير الجزائريين، المغاربة، باقي الدول المشاركة، الدول الإفريقية، قنوات الرياضية. ماشي كيما هاك، هذه سرقة، لا يجب أن تسرق، سهلة، لا تسرق. اختي راه انت بت البلاد وعارفه شنو كاين، هذاك الشيء راه غادي لكم في الدم، ما تقدرش تتحكم في راسك، صافي واحد العاده عايشه وغادا في الدم ديالك، ما هادشي اللي عطا الله ما عندك ما دير. وهنايا كنبقى نتصدم من هذوك المغاربه اللي كيدخلوا جزائريين للديور ديالهم ما كيعرفوهم ما والو، زعما راه الكرم والضيافه. انت في جزائري دخلوا للدار جا مريض، نجا واحد مربي في العشريه السوداء ومربيين الكابرانات نتيق فيها انا. سيروا شوفوا القصه ديال اللاعب المغربي عبد الحق ايت العارف، بسبب الثقه ديالو في كورغولي صدق خاوي البلاد مسكين، دار له واحد النصبه عالميه. السبب شنو هو؟ تاق في كورغولي. لا يؤتمنون صاحبي، ما نتيقش فيهم انا. هادشي علاش انا دائما ضد هذيك حنا شعب واحد. لا خويا، حنا ماشي شعب واحد، مختلفين تمام الاختلاف. واحد ربوه الكراغيله احفاد بوتقبه يجي تقارن معايا انا؟ مستحيل صاحبي، كله التربيه ديالو كله فين تربى. وللحديث بقيه، الرساله ديالنا نتمناوها توصل. كونوا مستعدين يوم الثلاثاء ان شاء الله، وما تحشموش اي حاجه تهزات زمم عليه حتى يخلص عاد يخرج من الفندق. سالات الحفله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.